خلصت متعة كأس العالم ورجعنا لحرقة الدم والأعصاب اللي بقى لاعيبة ليفربول أساتذة فيها. كلوب اللي قال في تصريحاته إنه مش عاوز لاعيبة في سوق الانتقالات الشتوي بيتحمل دلوقتي مسؤولية كلامه بعد الهزيمة القاسية ضد برينتفورد في مباراة غابت فيها الفرص الكتير للليفر، وحتى الكام فرصة اللي جت ضيعها الكارثة داروين نونيز. فإيه اللي عمله داروين في اللقطة دي بعد تمريرة صلاح الجميلة جدا وكل التفاصيل في اللقاء ده. ولكن في البداية وقبل كل شيء ادعمنا بلايك للفيديو علشان بيشجعنا، وما تنساش الصلاة على النبي. ليفربول بيمارس هويته المفضلة في الموسم ده في إهدار النقط. نادي ليفربول اللي بقى في المركز السادس بعد الخسارة الخامسة في الدوري الموسم ده. كلوب بيتحمل جزء كبير جدا من قراراته. طلب مهاجم بيتعلم أساسيات الكرة من اللي باين عليه لحد دلوقتي ومحدش قال له جبته ليه، ودلوقتي رافض يعمل تدعيمات في الشتاء. وفي ماتش النهارده يخسر بفضيحة بره ملعبه ب3 أهداف. ليفربول ما بقاش يخوف المنافسين، وده السبب الأساسي في اللي بيحصل لليفر اليومين دول. صلاح لو غاب عنه التوفيق أو ما سجلش بقى معناه إن الفريق بيخسر أو بيتعادل، يا إما هيفوز بصعوبة جدا. اللي يوضح إن الفريق بقى واقع جدا إن اللاعيبة الأساسية اللي تعتمد عليها ما بقتش بتقدم أي مستوى. أرنولد ولا فان ديخ ولا نبي كيتا المتوفي بقاله كام سنة، حتى شامبو اللي هو تشامبرلين لسه بيفوق من الغيبوبة اللي فيها. فريق متهالك لأبعد الحدود، وكملت بنونز اللي جه علشان يزودها. نونيز كل مباراة كده بالميت بيضيع له 15 فرصة وهيسجل أو لأ. في ماتش النهاردة كان هيسجل من كام فرصة، حتى الهدف اللي سجله طلع اوفسايد. صلاح في أول 7 دقايق صنع عليه هدف بشكل جميل جدا، ونونيز رقص الحارس وخلاص هو والشبكة، لو حطها بإيده هيسجلها، ولكن لسه هيعمر ويشوط يطلع له المدافع ويشيلها، وقيس على كده فرص تانية جات له برضه. صلاح صنع له الفرصة دي برضه على طريقة كل ماتش، بيعمر وهوبا بره الملعب أصلا. الحمد لله إنه مش بيصطاد عصافير علشان مش هنلحق عليه كور كده. الأمل كله في الهولندي جاكبو اللي تعاقد معاه ليفربول، ونتمنى يكون هو وصلاح ونونس خط هجوم لحد ما قوي يرجع ليفر لهيبته من تاني. في النهاية لو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك للفيديو كنوع من التشجيع، واشترك في القناة علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية. شكرا لكم على المشاهدة ومع السلامة.